بعدما قام المجرم كمال أتاتورك بإنهاء آخر ما تبقى من الخلافة العثمانية، وأعلن تركيا دولة علمانية، حيث منع الحجاب ومنع صلاة الجمعة ومنع الآذان باللغة العربية وجعله باللغة اللاتينية، وسجن كل من يعارضه، وأشياء لا تعد ولا تحصى من هذه الإجرام ضد الدين. في هذا الوقت كان هناك شيخا عظيما قائدا لا يخشى في الله لومة لائم، لم يبالي بجبروت هذا الطاغية ولا تهديده ووعيده، فانطلق بقلب جسور ولسان فصيح ينكر علانية ما يفعله هذا المجرم في حق الدين وأهله. إنه الشيخ العلامة سعيد بيران. وليس ذلك فحسب، بل دعا بالقيام بثورة ضد هذا الطاغية، وانتفضت جموع الشعب، وكانت ثورة مليونية بقيادة الشيخ سعيد بيران ينادي فيها بعودة الخلافة ورفض العلمانية، وذلك في عام 1343 هجرية الموافق عام 1925 ميلادية. بلغ عدد المسلمين المنتفضين حوالي 600 ألف كردي، إلى جانب حوالي 100 ألف من الشركس والعرب وأعراق عديدة بأسلحة خفيفة وبدائية في مواجهة الأسلحة الحديثة والثقيلة. استمرت الثورة نحو شهر، استباح فيها أتاتورك كل الأعراض، وقتل 250 ألفا، ومحيت 210 قرية، وحرق 90 منزلا. وكان أسلوب أتاتورك قتل أي شخص يشك في أنه تابع للثورة. ثم تم إلقاء القبض على الشيخ سعيد مع عدد من قادة الثورة، وبعد محاكمة سورية هذلية صدر الحكم بالإعدام بحقه مع 47 آخرون، ونفذ حكم الإعدام فيهم في عام 1343 هجرية الموافق 1925 ميلادية. وأمام حبل المشنقة وقف الشيخ سعيد شامخا كالجبل الأشم الذي لا يهتز ولا يميل، فقال: إن حياتي الطبيعية قد كانت قاربت على الانتهاء، ولست آسفا قط حين أضحي بنفسي في سبيل أمتي وقول الحق. قلوبنا تملأها السرور والفرحة، لأن أحفادنا لن يخجلوا منا أمام الأعداء. مات الشيخ سعيد بيران، نحسبه شهيدا إن شاء الله، ضارب لنا المثل والقدوة للعالم الحق الذي يبذل لدينه الغالي والنفيس، يضحي بأغلى ما يملك، وهي نفسه التي بين جانبيه، وهو الذي كان يستطيع أن ينافق أتاتورك فيحظى بالقرب منه والمناصب والنفوذ. لكن هذا هو الفرق بين الذي يريد وجه الله والدار الآخرة، وبين من يبيع دينه بعرض من الدنيا ثم يكون في مزبلة التاريخ.